السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب أولى ثانوي. بإذن الله النهاردة هنكمل مع بعض درس الحضارة الرومانية. وقفنا الحصة اللي فاتت عند الجزء الأول، وبإذن الله حصة النهاردة عن تكملة الجزء الثاني. جزء سهل وبسيط تخلصه بسرعة، فيديو قصير، بس لو ما اتفرجتش على الجزء الأول الحق ارجع اتفرج عليه وتعالى عشان نكمل مع بعض الجزء الثاني. طيب الجزء الثاني يا مستر بيتكلم عن ايه؟ قال لي هيكلمني بقى عن حياتهم الدينيه والثقافيه والفكريه والكلام ده كله. طيب تاني يا مستر يعني كده عداء وفينيقيا ويونان ورومان، متخافش اخر السنه هيكون كله في جيبك. طيب نبدا عندنا بالحياه الدينيه. قال لك الرومان كانوا مختلفين شويه في الحياه الدينيه بتاعتهم. ازاي؟ قال لك الناس دي كان عندهم حاجتين بس. اول حاجه معبود وهو يمثل كبير الآلهة عندهم، اسمه جوبيتر أو جوبيتر براحتك. يبقى هنا كان في واحد عندهم كبير الآلهة أو كبير المعبودات اسمه جوبيتر. طب ده يمثل إيه؟ قال لك يمثل السماء الصافية. لو السماء صافية الإله جوبيتر أهو. تمام؟ يبقى أنا عندي الأول الإله جوبيتر يمثل كبير المعبودات وهو يمثل إيه؟ السماء الصافية. تاني حاجة بقى قال لك الناس دي هتبدأ إن هم يعبدوا الأباطرة، الامبراطور كذا 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 هنعبده. طيب زي مين؟ قال لك زي اغسطس. طيب اغسطس ده مستر مش فاكره، اللي هو اوكتافيوس. بعد كده عندهم واحد تاني اسمه تيبيريوس. يبقى هنا اغسطس وتيبيريوس، زي عباده اغسطس وتيبيريوس. طيب عباده الاباطره هتسقط او هتخلص بعد انتشار المسيحيه. يبقى لما تنتشر المسيحيه هيتم اسقاط عباده الاباطره، ما عادش هتكون موجوده. طيب الكهنه يا مستر ممكن تكلمنا عن الكهنه؟ قال لك الكهنه هنا ما كانش ليهم دور مهم قوي في المجتمع، لان الدين مرتبط بالدوله. تمام؟ فالكهنه عشان تبقى انت كاهن ولا ليك طبقه مميزه ولا ليك تمارين ولا ليك تدريب ولا ليك اي حاجه، اي حد عايز يبقى كاهن اتفضل. فهنا اهو قال لك الكهنه دول ما لهمش طبقه مميزه. ليه يا عم؟ ولا اجتماعي ولا اي حاجه ولا الكلام ده، ما فيش خالص زي ولا مصر ولا العراق ولا فينيقيا. طب مال؟ قال لك لان وظيفتهم دي لا تتطلب اعداد او تمرين او ممارسه، وده تاكيد منهم على ان الدين مرتبط بالدوله. يبقى دول الناس الوحيده اللي الدين عندهم مرتبط او ليه علاقه بالدوله. ادي اللي بتزعلكم. طيب التواصل الديني مع مصر بقى، قال لك هيحصل تواصل ديني. ازاي هيحصل تواصل ديني؟ قال لك الناس دول هيتاثروا بالحضاره المصريه القديمه من بدايه الدوله لنهايه الدوله، هم متاثرين بالحضاره المصريه، دليل على تقدم الحضاره المصريه. فهنا هيروح لروما معلش انا اسف، الكثير من العادات الدينيه بتاعت مين؟ قال لك بتاعت الاغريق والمصريين. يبقى هنا يتاثروا بالحضارات الاغريقيه الدينيه والمصريه. ازاي؟ قول لي. قال لك هنا الناس دول كان عندهم صفه اسمها صفه التسامح مع المعبودات الاجنبيه، وهيعملوا لها كمان معابد دينيه مع انه معبود اجنبي، بس هنعمل له معبد. زي مين؟ قال لك زي الاله سرابيس. طب سرابيس ده في انهي حاجه؟ ده انا اول مره اسمعه يا مستر. قال لك سرابيس دوت كان معبود مصري اغريقي، يعني لما الاغريق دخلوا لمصر عملوا معبود ما بين الحضارتين اسمه المعبود سرابيس. يعني ده ممكن يا مستر اضمه للحضاره الهندسيه بالظبط. يبقى هنا هو معبود مصري اغريقي اسمه سرابيس. طيب تاني اله قال لك الالهه ايزيس، ديت معبوده مصريه يا مستر انا فاكر وعالميه، هي ومين؟ واوزوريس اللي هو الاله. فبالتالي كانوا بيعبدوا ايزيس واوزوريس الاسطوره المصريه اللي عندنا. تاني حاجه قال لك كانوا بيعبدوا الاباطره اللي احنا لسه قايلينها فوق. طيب هم الاباطره دول هل عندنا في مصر؟ قال لك احنا كان عندنا في مصر الفراعنه، كان بيتم تقديس الفراعنه. تمام؟ قال لك ان الفرعون دوت ممكن يكون ابن الاله فيتم تقديس الفراعنه، فهم يتاثروا بالمصريين وهيبداوا يعبدوا الاباطره. يبقى التواصل الديني في كام حاجه؟ قال لك اهو هنعبد معبودات مصريه اغريقيه زي سرابيس، هنعبد معبودات مصريه خالصه زي ايزيس واوزوريس، وهنعبد الاباطره زي ما المصريين كانوا بيقدسوا الفراعنه. ماشي. بعد كده قال لك الحياه الثقافيه. الناس دي هتستخدم لغه جديده اسمها اللغه اللاتينيه، ديت هتكون اللغه الرسميه للدوله. تمام؟ طيب
هتنتشر في كل انحاء الدوله الرومانيه، وبعد كده هيبداوا يلا يا جماعه نكتب شعر. يلا يا حبيبي اكتب شعر. هتكتب شعر عن ايه؟ مش هكتب بقى عن حبيبتي وعن مراتي وعن زوجتي والكلام ده، هنكتبه بس مش دلوقتي. نكتب شعر في البدايه يخلد تاسيس روما والكلام دوت كله. تمام. طيب هيتم في عصر مين الشعر ده؟ قال لك في عهد اغسطس اوكتافيوس. يبقى هنا بدأ الشعر في عهد اغسطس. تمام. طيب بعد كده قال لك هيظهر شاعر اسمه فيرجيل. يبقى من اشهر الشعراء عند الرومان فيرجيل. ظهر امتى الراجل ده؟ في عهد اغسطس. طب هيكتب ايه؟ قال لك ده هيكتب قصه تاسيس روما. يعني ده هيكتب قصه اسمها قصه تاسيس روما. طيب التاريخ قال لك كان فيه شويه مؤرخين من اصل روماني، ولكن احنا هنخليهم من اصل اغريقي او يوناني، او هنخليهم اغريق او يونان. ليه هتحطهم لي ضمن المؤرخين اليونان او الاغريق؟ ليه؟ قال لك لانهم هيكتبوا باللغه اليونانيه. يبقى هنا في مؤرخين من اصل روماني ولكن تصنفوا على انهم يونان. زي مين؟ قال لك زي واحد اسمه سترابون. يبقى هنا المؤرخين الاغريق المؤرخين الرومان اللي تصنفوا على اساس اغريقي قال لك زي سترابون. ليه؟ لانه كتب باللغه اليونانيه، وهم اللغه بتاعتهم كانت لغه لاتينيه. طيب اشهر بقى المؤرخين التانيين قال لك اينوس اللي اتسمى بابو التاريخ. طيب الراجل دوت عمل ايه؟ قال لك هيكتب حوليات لملوك روما وحكامها، يعني هيكتب شويه عن ملوك روما وحكامها. طيب واحد تاني مهم اسمه كانو الرقيب او الاكبر. الراجل ده كان اول مؤرخ روماني يكتب بالنثر اللاتيني، يعني هيكتب نثر اللي عندك في العربي بس باللغه اللاتينيه. طيب تاني حاجه قال لك هيكتب مؤلفات مهمه في التاريخ باسم الاصول، وهيتحدث اسمه ايه؟ الاصول. يعني هيتكلم عن اصل روما. يعني الراجل ده هيتكلم عن تاسيس روما. ده مستر انت لسه قايل لي هنا واحد هيتكلم عن قصه تاسيس روما اسمه فيرجيل. طيب ده هيتكلم عن ايه؟ قال لك عن تاسيس مدينه روما. يبقى الفرق في ايه يا مستر؟ في كلمه قصه. يبقى قصه تاسيس روما فيرجيل. طب تاسيس روما قال لك اهو الحاج إيه اسف كان الرقيب. طيب بعد كده قال لك الحياه الفنيه تتمثل في ايه؟ الحياه الفنيه قال لك في العماره والنحت. تمام. طيب العماره قال لك بلغت درجه كبيره من الاتقان لحد ما اصبحت مظهر فني للدوله، يعني الناس دي تقدمت في فن العماره. طب اثبت لي، او العماره دي كان شكلها عامل ازاي؟ قال لك مزيج من العماره اليونانيه والمصريه. ايه ده؟ يعني هم اخذوا العماره المصريه واليونانيه عملوهم مع بعض مع الرومانيه وطلعوا عماره. بالظبط ده اللي حصل. يعني كانت عباره عن مزيج. يعني ده تواصل حضاره يا مستر؟ قال لك بالظبط تواصل او تفاعل حضاري بين الحضارات. طيب الرومان دول هيعملوا ايه؟ قال لك هيعملوا مدينه في غايه الروعه اسمها مدينه روما. في مثل معروف مشهور كده بيقول كل الطرق تؤدي الى روما. لو بصيت على روما من الجو هتلاقي حرفيا ايطاليا كل الطرق، اي طريق تمشي فيه يوديك لروما. زي ما تمشي مثلا اي حته هتمشي فيها في بورسعيد على طول كده مع محمد علي تطلع على البحر. اسكندريه اي حته هتمشي فيها في اي مكان امشي على طول هتطلع على البحر. يبقى هنا عملوا مدينه في غايه الروعه زي مين؟ قال لك زي مدينه روما. طيب المدينه دي كان فيها ايه؟ قال لك كان فيها منشات ضخمه ومعابد وقصور وحمامات واقواس نصر. لحظه يا مستر لحظه، فيها ايه؟ قال لك فيها منشات ضخمه زي مين؟ زي المعابد والقصور والحمامات واقواس النصر. مستر اقواس النصر دي قال لك الناس ديت لما كانت بتنتصر كانت بتعمل حاجه كده زي القوس، ويبداوا ان هم يكتبوا على الحيطه الانتصارات بتاعتهم، فبالتالي اتسمت اقواس النصر. طيب اهم المنشات المعماريه اللي هناك قال لك مبنى اسمه مبنى الكولسيوم اهو. تمام. طيب تاني حاجه البنسينون الروماني. طيب ده بيظهر فيه ايه؟ قال لك بيظهر فيه تاثير العماره اليونانيه. ايه البنسيون الروماني دوت يا مستر؟ قال لك ده المسرح الروماني. تمام. طيب بيتاثر بالعماره ايه؟ بالعماره اليونانيه. نيجي بقى على النحت. قال لك الناس دي تميزت بالواقعيه الشديده جدا، يعني كانوا متقدمين في فن النحت. تمام. خاصه التماثيل الشخصيه، هيعمل لك تمثال يطلع شبهك بالظبط. طب اشهر تمثال عندهم قال لك راس قيصر. طب راس قيصر دي اتعملت من حجر ايه؟ قال لك حجر البازلت. تاني تمثال قال لك اسمه تمثال بومبي. يبقى انا عندي اول حاجه راس قيصر، تاني حاجه تمثال بومبي. هيتفوقوا في ايه تاني؟ قال لك هيتفوقوا في النقوش البارزه. نقوش بارزه، نقوش بارزه خدتها الترم الاول. يا مستر افتكرت صليت معرمر.
فهم يتفوقوا في النقوش ايه البارزه. اللي كانوا بيعملوها على ايه بقى النقوش البارزه دي؟ قال لك على الجدران والاعمده، وبعد كده يعملوها كزخارف وزينه. طيب جدران اعمده، طب ممكن تقول لي امثله يا مستر بعد اذنك؟ قال لك عندك عمود اسمه عمود طرجان. طب حلو. بعد كده عندك زخارف اسمها زخارف الصلصال المحروق. كان بيتعمل فين الصلصال المحروق؟ على جدران المعابد. يبقى صلصال محروق على جدران المعابد. طيب جدران المعابد دي في الصلصال المحروق قال لك اظهرت مدى دقتهم في العمل والتعبير عن الشعور. يعني لو انت لقيت التمثال قاعد زعلان هيطلع، لو انت مثلا عايزهم يعملوك زعلان هتطلع زعلان بالظبط. يبقى الناس دي ادركوا او قدروا ان هم يتقنوا مدى الدقه في العمل والتعبير عن الشعور. طيب تاني حاجه قال لك، او تالت حاجه، في نقوش موجوده على اقواس النصر. طب انت يا عم الحاج اقواس النصر يا مستر انت لسه قايلها لي اهي، دي كده اقواس النصر. تمام. طيب ده عمود طرجان. فاقواس النصر ده هيتكتب عليها ايه؟ قال لك هيتكتب عليها شويه روائع كده من انواع فن النحت الروماني. طب انت برضه بتكتب ايه يا مستر؟ قول لي. قال لك احنا بنكتب على الانتصارات. انا لسه قايل لك فوق ركز معايا، لسه قايل فوق هنكتب عليها الانتصارات. طيب الانتصارات بتاعت مين؟ قال لك القاده العظام والاباطره. طيب اشهر قوس عندهم او اجمل قوس عندهم قوس الامبراطور تيتوس. تيتو زود لها اس، يبقى اشهر قوس الامبراطور تيتوس. طيب نيجي بعد كده اسف للتصوير او فن الرسم. قال لك الناس ديت هتقدر ان هي تاخد الرسم الاغريقي تعمله عندها في اليونان حراميه، فبالتالي هم اتاثروا بالفن ايه او التصوير ايه؟ قال لك الاغريقي. اللي اسف معلش، اللي هيجي بواسطه مين؟ قال لك الرسامين الاغريق اللي هيروحوا يعيشوا في روما، فانتقل الرسم الاغريقي الى روما عن طريق الرسامين الاغريق. ماشي. بعد كده قال لك الرسم ده هيزداد انتشار عند الرومان. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ليه انت محتاج رسم ليه؟ قال لك انا عايز اخلي البيت بتاعي شكله حلو، فبالتالي الناس دي هترسم على ايه؟ المساكن، فبالتالي هيعملوا ايه؟ على الحوائط. يبقى من الداخل ولا على الحوائط؟ من الداخل ولا الخارج؟ قال لك من الداخل. طيب فهيبدا الناس الاغنياء اللي في الرومان يجيبوا المصورين الاغريق ان هم يزينوا الجدران بتاعه القصور. طب هتصور بايه؟ قال لك برسوم ملونه. ماشي. بعد المسكن بقى هنخلي في طبيعه، يعني انت قاعد كده تلاقي على الحيطه اشجار وحاجه، فلما تيجي تبص تحس ان انت قاعد في غابه، فتحس ان البيت واسع. الله، مين اللي كان بيعمل كده؟ الاغنياء. فهم قاعدين ارسم لي يا ابني هنا بحر وشجره وغابه، وهنا اسد بيقتل بطه. اشمعنى بطه يا مستر؟ عشان احنا في اول يوم رمضان فانا جعان. ماشي. بعد كده قال لك هيبداوا ان هم يهتموا بزخرفه ارضيات الاوض الحجرات. بايه؟ قال لك بحاجه اسمها فسيفساء ملون بيحمل مناظر معبره. ايه الفسيفساء الملون؟ اهو حاجه كده صغننه خالص 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 بنفضل نحطها زي البلاط الايشاني بس اصغر. ماشي. هيبداوا بقى ان هم يعملوا تواصل. اثبات يخرب بيتك. تواصل فني مع مصر. ليه؟ قال لك الناس دي لما يروحوا مدينه الاسكندريه هينبهروا بعظمه الاسكندريه، فهنبدا نعمل منشآت تتاثر بالحضاره الاغريقيه والمصريه ونسيبها عندنا في اسكندريه. زي ايه؟ قال لك زي المسارح. عندك مسرح اسمه المسرح الروماني في مدينه الاسكندريه. زي البوابات، زي المعابد هيعملوا عندنا في مدينه الاسكندريه 3 حاجات: مسارح، بوابات، معابد. بعد كده هيتاثر النحت الروماني بالنحت المصري. طب ممكن تقول لي الدليل لو سمحت؟ قال لك اهو الدليل ان احنا لقينا تمثال روماني من الرخام بيعود للقرن الكام؟ قال لك الثاني. طيب منحوت على هيئه ايه؟ قال لك منحوت على هيئه مصريه او على هيئه اشخاص مصريه. تمام. فالتمثال ده منحوت على هيئه مصريه، يعني ده دليل على التواصل. تمام. طيب زي الفل. الحمد لله خلصنا الجزء الثاني من درس الحياة الرومانية. كده يكون ناقص لحضرتك معايا درس في المنهج بس ونكون خلصنا المنهج بإذن الله. أنا آسف على الصوت، أشرح لك والله وأنا عندي برد وهموت من البرد ومش عارف آخد برشام عشان إحنا أول يوم صيام، فكل سنة وحضراتكم طيبين، ونتقابل بإذن الله الحصة الجاية. شكرا لكم.